ازيكم عاملين ايه؟ بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول 24 ساعة في حياة الطفل وإزاي الدكتور بيطمن على صحة الطفل قبل ما نخرج من المستشفى، وبيطمن على التنفس والقلب ونسبة الصفرة والسكر ويبلغنا بيهم قبل ما نروح البيت، ومفروض يقول لنا كمان أهم التطعيمات. احنا هنا بنفكرك بأهم التطعيمات اللي المفروض الطفل يحصل عليها، وازاي اتعامل مع الطفل بعد ما نروح البيت، وازاي اعرف ان هو جعان، وازاي اعرف ان هو شبعان، والمفروض يرضع كام مرة في اليوم. انا دكتورة مي خليفة، استشاري رضاعة طبيعية. يلا نبدأ. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم الحاجات اللي بنطمن عليها في الطفل قبل ما نطلع من المستشفى، وإزاي إن دكتور الأطفال بيكون اطمن على التنفس بتاعه، على ضربات قلبه، على نسبة السكر والصفرة، ومفروض إن احنا نتبلغ بيها واحنا طالعين من المستشفى. الحاجة التانية إن احنا المفروض نكون طالعين عارفين القطرة اللي هنحطها للطفل هنحطها كام مرة أو هنحطها كام يوم، الحبل السري هنحط عليه إيه ولمدة كام يوم، وإزاي أتأكد إن هو فعلا شكله صحي وهيقع في الميعاد بتاعه. وصلتي البيت بالسلامة، روحتي انتي والبيبي للبيت. طيب، هنا عندنا كذا كذا سؤال. السؤال الأول هو مين المفروض يكون موجود معاكي ويساعدك في البيت؟ طبعا ممكن يكون جوزك موجود معاكي، مامتك تكون موجودة معاكي، أو أي حد انت مرتاحة لوجوده في الوقت ده، لأنك فعلا بتكوني تعبانة ومحتاجة سبورت أو اهتمام ومساعدة من الناس اللي حواليكي، علشان تتعافي وعلشان تقدري تساعدي البيبي بتاعك إن هو ياكل ويغير، وانت كمان تبقي كويسة. أول ما بنروح البيت المفروض إن احنا عندنا كذا حاجة المفروض نعملها مع الطفل. عندنا قطرة العين اللي المفروض تتحط كل 6 ساعات، عندنا الكحول اللي المفروض بيترش على الحبل السري بتساوي من فوق ومن تحت كل 6 ساعات. كمان عندنا التطعيمات اللي المفروض نكون عارفين المواعيد بتاعتها. في حاجة اسمها شكة الكعب بنعملها في الوحدة الصحية من اليوم الثالث لليوم الثامن، وبيكون معاها تطعيم الضرن اللي البيبي بياخده في الكتف الشمال، وكمان تطعيم شلل الأطفال اللي بياخده في بقه. كمان المفروض ان احنا في خلال اول 24 ساعه، يعني في اليوم اللي قبله، يكون اخد التطعيم الفيروس الكبدي الوبائي به. حاجه مهمه جدا ما تنسوهاش وانتوا في الوحده الصحيه، ان البيبي يتعمل له اختبار السمع قبل ما نروح البيت. ما تقلقيش لو حسيتي انك مجهده وتعبانه وجعانه نوم، دي حاجه طبيعيه جدا. انت قايمه من حاجه صعبه جدا، ومع الوقت هتتحسني، هتحسي انك اقوى واحسن واشطر. وزي ما مطلوب منك انك تاخدي بالك من البيبي، مطلوب منك انك تاخدي بالك من نفسك، علشان انتي الاساس. وبكده نكون خلصنا الحلقه النهارده. ولو عندك اي استفسار تخص الرضاعه الطبيعيه وصحه طفلك، سيبيها لنا في كومنت واحنا هنرد عليه.